ما تيجوا ناكل احلى كفتة سيخ معمولة في البيت. مساء الجمال. النهارده هنعمل كفتة حاتي. كفتة اللي بتاكلها عند الكبابجية، اللي بتاكلها من عند الجزار. كفتة ليها طعم مختلف عن الكفتة اللي ماما بتعملها لك في البيت. تاكلها ازاي وهنعملها ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. اول حاجة، انا مش هعمل كتير، انا جايب نص كيلو لحمة مفرومة احطها في الكبة. الحاجة اللي بتخليها لك طعم الكفتة بتاعت الحاتي البوش. بوش الدهون بتاعت البطن بتاعت الاكل، مش اللية. البوش بنعملها ازاي؟ لكل نص كيلو بنحط 100 جرام. دي تعمل لها تقريبا 150، فانا هقطع منها حته كده ونحطها مع اللحمه المفرومه. وايه كمان؟ بصل مفروم معصور، سايب الميه بتاعته على جنب. تاخد بقى البصل نفسه وتحط. دول عاملين بصلتين كبار، انا محتاج على نص كيلو بصلايه واحده، فانا هاخد نص الكميه. وايه كمان؟ شويه نشا، ده معلقتين كده صغيرين. وايه كمان؟ نص كيس بيكنج باودر. بس كده؟ لا، نبتدي نتبل بقى. شويه ملح، شويه فلفل اسود، بهارات لحمه، 7 بهارات، جوز الطيب. كل ده بقى نضربه مع بعض. اضرب. بص طلع لنا قد ايه؟ ضربناهم، ظبطناهم، طلعوا لنا كميه كويسه. بصوا عامله ازاي؟ تحسها كده عامله نسيج، خطوط ما بينهم وبين بعضها. خطوط ما بينها وبين بعضها، نسيج. هنشوف بقى وقت ما اجي اشوي ازاي هنحطها على السياخ، وازاي نسيبها على الفحم تدينا احلى طعمه كفته حاتي تضاف في حياتك. اشوفك وقت الشوي. وقت الشوي نجيب طبق فيه مية بصل نحطه جنبينا، وبعدها نبل ايدينا بمية البصل ونمسك حتة كورة كفتة كده اهو، ونبتدي بقى نفردها على السيخ. مهم جدا يعني نتأكد ان السيخ موجود في نص الكفتة، يعني الكفتة حوالين السيخ قد بعض، عشان خاطر ما تبقاش رفيعة من حتة وتقيلة من حتة، فلما تيجي تلفها على الشواية تقوم واقعة فاصلة. فتأكد انها كلها بنفس السماكة، وكمان عشان تتأكد انها كلها مستوية زي بعضها، ما تبقاش حتة نية وحتة مستوية. دي اول تركة. تاني تركة ان بوز الكفتة يبقى رفيع علشان خاطر يمسك في السيخ وما يتزحلقش. ودول اهم تركتين نخلي بالنا منهم. هنحطها بقى على الفحم وهناكل احلى كفتة سيخ هتدوقها في حياتك. اول كفتة طلعت اهي، يا لهوي على الجمال، يا لهوي على صوت طرقعة الكفتة وهي بتتفتح. بصوا سخنة موحوحة، الريحة مش عارف اقول لكم عاملة ازاي. بصوا القطعة بتاعتها، بصوا السوا بتاعها من جوه كلها مستوية زي بعض. يا الله على دي طعمة، يا الله يا الله، ايه الجمال ده. كفتة حاتي، مفيش احلى ولا اطعم من كده. يا سلام بقى عليها مع نص رغيف بلدي وشوية طحينة، واكل وانبسط. انتوا كمان قوموا اعملوها وكلوا وانبسطوا. ما تنسوش تابعوني على شيف تشي، بالهنا والشفتشي. سلام.